هاي يا حلوين، تعالوا نعمل مع بعض التومية السوري والتومية السبايسي بمكونات جدا بسيطة وطريقة مضمونة وناجحة من أول مرة. يلا مع بعض نشوف مقادير وطريقة التحضير. أول شي بنجيب الطنجرة اللي رح نشتغل فيها ونحط فيها كاسة واحدة من المي، وعليها كمان 3 معالق كبيرة من نشا الذرة. خليها المعلقة تكون هرمية، تمام. وبعدين بدنا نحرك النشا مع المي كل هذا على البارد، ما رفعنا أي شي على النار حتى نتأكد إنه النشا داب تماما بالمي، ما عاد في أي كتل للنشا. بس نتأكد إنه النشا داب نرفعه على نار متوسطة بهي الطريقة مع التحريك المستمر حتى النشا ما يكتل أو يعمل كتل بقاع الطنجرة. حيبلش الخليط يتقل معنا بهذا الشكل وبهي الطريقة مثل ما انتم شايفين. بنضل منحرك حتى نوصل لهي النتيجة اللي حتشوفوها هلأ، خليط تقيل شفاف مثل ما انتم شايفين. هي النتيجة اللي بدي أوصل لها هلأ. واول ما اوصل لهي النتيجة دغري بدي ارفع الحلة او الطنجرة من على النار ونحط الخليط بصحن مسطح او سفح ونفرده على قد ما نقدر حتى يبرد بشكل اسرع، لانه احنا بدنا اياه بارد تماما. بعد ما برد معي بهذا الشكل صار جاهز، بنحطه على جنب حتى نكمل باقي الخطوات. هلا بالخلاط رح نجيب 3 معالق كبار من اللبن الزبادي، تمام. رح نحطهم بالخلاط حتى يسهل حركة الخلاط الاول من تحت، وبعدين رح نضيف عليهم النشا اللي نحن عملناه بعد ما برد تماما. اهم شيء انه يكون بارد تماما. ونضيف معلقه كبيره من الثوم المهروس، وكمان 3 معالق كبار من الخل الابيض، وكمان رح نضيف ربع معلقه صغيره من ملح الليمون ومعلقه صغيره من الملح العادي. ولا ننسى نضيف ربع كاسه من الزيت، زيت القلي زيت نباتي عادي، فيكم تستخدموا زيت زيتون بس بيغمق اللون شوي، تمام. ونشغل الخلاط حتى يصير عنا القوام كريمي بهذا الشكل. واذا لقيتوا انه القوام جامد شوي معكم فيكم تزودوا شوية لبن حتى نوصل لهذا القوام المطلوب. وبناخد جزء من التومية اللي عملناها حتى نعمل تومية سبايسي، فبنضيف عليها ربع معلقة صغيرة من البابريكا الحلوة ورشة من الشطة، ونخلطهم كتير منيح مع بعض حتى المكونات تتجانس كلها مع بعضها ويعطينا طعم ولون التومية السبايسي. طبعا فيكم تزودوا شطة على قد ما بدكم، يعني هذا الشي بيكون اختياري، وفيكم كمان تحطوا من الشطة السائلة كمان بيعطي نفس النتيجة. وهيك صارت عنا التومية السبايسي جاهزة، والتومية العادية السوري كمان جاهزة. شوفوا القوام كيف كريمي والطعم بيجنن مثل المطاعم برا واحلى كمان، ومضمون بالبيت وعاملينه بطريقة كتير ظريفة وناجحة معكم من اول مرة. فيكن تحتفظوا فيها بالبراد لمدة أسبوعين ما بصير لها أي شي، بس بشرط إنه تحطوها بعلبة أو تغطوها بستريتش حتى ما تنشف من برودة البراد. وهيك بيكون عنا التومية السبايسي والتومية السوري صاروا جاهزين. وإذا أول مرة بتشوفوا قناتي لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يوصلكم إشعارات الفيديوهات الجديدة. لايك للفيديو تشجيعا لإلي، وكومنت لطيف منكم حتى يشوف التفاعل على القناة، وشير لكل أهلكم وأصحابكم حتى يشوفوا هالطريقة اللطيفة ويجربوها. وبشوفكم فيديوهات تانية، يلا باي.